بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة الشاعرة والكاتبة سكينة المربط، نعتذر لكم عن طول الغياب نظرا لظروفنا الصحية وكذلك العمل. بعد أن تم توقيع كتاب الشاعرة والكاتبة كذلك صديقة الحرف فاطمة البكاي في تقديم قراءة في كتابها الجديد الصحراء بذاكرة أبي. لم يتيسر لي أن أنقل الحدث من موقعه كوني إحدى المتدخلين وكذلك لرداءة التصوير. اليوم فكرت أن أقدم هذه القراءة عن طريق المعتاد الذين تتابعونني من خلاله. إذن فبداية أشكر السيدة فاطمة البكاي الكاتبة والشاعرة على منح ثقتها بإطلالة قرائية على مؤلفها الجديد الصحراء بذاكرة أبي، الذي صدر عن مطبعة إسكندرية بمدينة العيون في حجم متوسط من 280 صفحة بين دفتي غلاف ممزوجين باللون البني الرملي ولون السماء والبحر، رموز التشبث بالصحراء وعشق الطبيعة. كما تقدمت الكاتبة بإهداء جميل لوالدها أطال الله بعمره، تلاه بعد ذلك قراءة الأستاذ الشاعر الكبير يارا محمد مبارك ولد خليفة، قراءة شاملة وماتعة تلخص مضامين المؤلف، غير أن ارتباطنا المتين بالكتاب وما تزخر به الثقافة الحسانية يدفعنا للمزيد من النبش والتعمق، للمزيد من المعرفة وإغناء حصيلتنا العلمية حول تاريخ الصحراء وشخصيات من الصحراء. وعنوان مداخلتي بإذن الله تعالى التواتر الشفهي من أهم مقومات توثيق التاريخ أنموذجا، وعبورا بنوع آخر من أنواع السرد الذي اعتمدته الأستاذة فاطمة البكاي في هذا المولود الجديد، السيرة الغيرية كمنهج جديد لتقريبنا من شخصية والدها، وبمثابة الشخصية البطل الراوي لهذا المؤلف. فالكاتبة عودتنا على أنماط أخرى في الكتابة من خلال مذكرات معلمة في الخليج وقصبة إزرقيين أريج تاريخ. هي اليوم تعتمد على خطاطة عمل عن طريق جدادية المعلومة وجدادية المصادر والمراجع وجدادية الجهاز المفاهيمي وجدادية الآلات والأهداف والغايات والمادة التاريخية وجدادية المفاهيم وجدادية المعجم الخاص هنا باللهجة الحسانية وثقافة البيضان، وجدادية المعلومة كذا رقمها واسم المصدر، سالكة في ذلك منهجية الباحث الأكاديمي. وقد أشارت الكاتبة على لسان الوالد أحداث الاستعمار ومقاومة جيش التحرير وذكائه واستماتته من أجل طرد المستعمر، حيث اعتبر الوالد شاهدا على الأحداث حينها يرويها بكل تفاصيلها بل بدقة التفاصيل. تكون الكاتبة هنا أيضا قد سلكت الجمع بين ما هو تواتر شفهي وسيرة غيرية إلى ما هو تاريخي. إذن فالمادة التاريخية الحية هنا تساعد في إلقاء الضوء على الجزء التاريخي للمؤلف، إذ جعلته إنتاجا مقصودا من طرفها هي كمبدعة وليس مسقطا من طرف القارئ. كما أن جدادية الأعلام والتراجم جعلت الكتاب مادة علمية شاملة لأكبر عدد من المعلومات عن حياة البيضان
القبيلة، العشيرة، والنظام السياسي، وفن الحكي والأساطير. فأضواء كثيرة كاشفة عن القضايا المختلفة من خلال مقاطع سردية، سواء المتعلقة بالسيرة الغيرية عن طريق حكي والدها وإخبار وسرد بطل المؤلف هنا أطال الله بعمره. إذ جاء المؤلف بعنوان الصحراء بذاكرة والدي. هذا العنوان الذي يحيلنا على نوع العلاقة والارتباط بين الابن بالصحراء والذاكرة، وهو المعنى المجسد في عالم البيضان، حيث ولد الشخصية البطل، الشخصية التي عاصرت الأجداد والأحفاد لتصبح موسوعة علمية متنقلة بين ما هو قديم وحديث. والشخصية الثانية والتي هي الكاتبة الراوية، الابنة البر بالصحراء كأبيها، والكاتبة عن الصحراء من خلال كذلك قصبة إزركيين وبعض النثر الشعري بمؤلف الصحراء بذاكرة أبي، وكذلك بقصبة إزركيين. مجبولة إذن هي أن تزداد بين الحكي الشعبي والأحاديث الشيقة، حيث تنامت جذورها وجذوعها بين الأجداد والأحفاد. فالمؤلف يدخل ضمن رصيد الذاكرة الصحراوية ما بين الأمس واليوم بلسان الوالد الأب وقلم الكاتبة الأستاذة فاطمة البكاي. يعد هذا العمل جليلا لا يشك أحد فيما يعود منه من فوائد جامة على البحث العلمي والباحثين وعلى التراث الصحراوي الحساني البيضان. إذ يعد الوالد من أبناء الصحراء الذين حفظوا القرآن الكريم، وقد تعلم بالمدارس والتحق أيضا بسلك الشرطة لتكتمل قوته وشخصيته التي تجمع بين دراسة الشرع والقانون والتقاليد والارتباط بالصحراء. كل هذا حفز الكاتبة أن تقدم بكل أريحية ثقافة الصحراء على لسان ابن الصحراء كما عاشها هو وكما رسمت ذاكرته. ولا ننسى أن الكاتبة تناولت في عمل سابق لها إلقاء الضوء على الحياة بسلطنة عمان تحت حكم الملك قابوس رحمه الله. إذن فهي تعودت وألفت كيف تنقل الأحداث، كما أنها لم يفتها أن تلقي الضوء على مسقط رأس والدها وقبيلته في مؤلف قصبة إزرقيين أريج التاريخ، مستندة في ذلك عن تواتر شفهي أو عبر معاجم وتراجم. وكذا الدافع الملح إلى هذا التأليف إلحاح السيد الوالد في رسالة تبليغ حقيقية عن الحقائق التاريخية باستدلالاته ببعض الصور كما تضمنها الكتاب، والذي اعتمدته أيضا الكاتبة. وأيضا الاستفادة من تجارب البيضان في شتى مجالات الحياة والاحتكاك بمجتمعهم الأصل والانتماء والهوية. واستمرار القديم وهو الثابت السوسيو-ثقافي المتمثل في الموروثات والتقاليد والطقوس والمعتقدات، إذ يلزم التنسيق الإيجابي الفعال بين الثابت والمتحول. تقول الكاتبة: وهذه الأنطولوجيا تبرز لنا إشكالية استمرارية القديم في أحشاء الحديث والثابت في المتحول، وهي إشكالية تعايش أنماط متعددة في نمط واحد، وعقليات متعددة في عقلية واحدة، وعصور متعددة في عصر واحد. الصفحة 5 من المؤلف. الكاتبة الأستاذة فاطمة البكاي تعرض كتابها الأكاديمي اليوم هنا بدار الثقافة أم سعد، وهي تستعمل أو باتباع مميزات سرد بين ما هو تاريخي وتقريري وبلاغي أدبي. وقلما نجد بالفعل هذا النوع من الكتابات في كتاب واحد
كما أنها تضفي لمساتها الشعرية النثرية تغذي بها الحنين والذاكرة الهوية والانتماء، وذلك في صفحة 30 بنفس المؤلف الصحراء بذاكرة أبي. وقد ذكرت أمجاد أسماء مجيدة وأخرى غير معروفة سنتعرف عليها أو تعرفت عليها أنا من خلال المؤلف، وهي تناضل ضد العدو المستعمر، كل هذا على لسان والدها. الشاهد الحقيقي المستعمر الإسباني والخونة بالصحراء. إذن هذا المؤلف هو إرث تاريخي يحتضنه هذا الكتاب. كي لا تكون مداخلتي البسيطة أطول مما أوجز هذا المؤلف في مشروعه الضخم الذاكرة الهوية الانتماء عند البيضان، والذي يحتاج إلى قراءات أخرى أشمل وأوسع لنناقش كل مجال حياة البيضان التي تناولها الكتاب، سواء من الناحية العلمية، الدينية، الإدارية، السياسية، الفنية، الشعبية، والفنية الثقافية، والمجتمعية، والاقتصادية، والصحية. كما أن لهذا المؤلف ذاكرة أسماء كثيرة جدا وأماكن وأعلام، هناك نصيب كبير بهذا المنجز. إذن فنحن نبارك هذا المنجز اليوم للكاتبة فاطمة البكاي، هنيئا لك ولنا ولخزانة البيضان، لخزانة الوطنية المغربية، هذا المرجع الأساسي للباحثين عن ثقافة الحسانية، عن ثقافة البيضان. ودون أدنى شك فهذا المؤلف هو بمثابة لبنة أخرى وازنة ضمن مشروع البحث الأكاديمي بالصحراء الذي تشتغلين عليه أو هي تشتغل عليه وتبني أسسه باقتدار. ولا يفوتني أن أوجه سلامي الحار وتقديري للسيد الوالد أطال الله بعمره، شاكرة إياه جمعا للاستفادة والتشبع بثقافة البيضان. كما أشكر السيدة رئيسة رابطة كاتبة المغرب بالعيون وكل عضواته بالطبع داخل وخارج المغرب وبالقارة الإفريقية ككل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.